معكم أنا عبود القرد اللي ما يجاوب بس يتفلسف. ومعكم مسعود قرد فاهم في عالم كله موز. الجولة الأولى، لو كنت بيضة تحب تنسلق ولا تتقلى؟ أتقلى عشان أعيش بحرارة. واضح إنك محترق من قبل. لو كنت شاي تبي أحد يحطك في كوب ولا تنكب؟ أتمرد وأنكب على اللي غدر فيني. دراما من أول سؤال. الله يعين. لو لبست شراب واحد الثاني وين راح؟ هاجر. أكيد طفش من ريحة رجلك. لو كان معك ساعة توقف الزمن متى بتوقفها؟ وأنا أكل كنافة. والله إن بطنك شغال شفتات. لو قابلت نفسك وانت نايم وش تقول له؟ اصحى يا كسلان الدنيا راحت عليك. صادق، نفسك الداخلية تحتاج منبه لحالها. لو قلبك سماعة بلوتوث مين بتشبك عليه؟ أشبك على عقلي وأقول له يرجع لي. هو أصلا ماخذ إجازة من يوم ما عرفك. لو صرت قطعة ثلج وين الذوب؟ في شاهي عدني. والله إنك ذويق، احترمك شوي. لو رجلك تتكلم وش تقول عنك؟ بتقول تعبنا وإحنا جالسين. ما شاء الله حتى جسمك يشتكي منك. لو صوتك يتسجل على باب بيتك وش يخوف الناس؟ أسوي صوت كلب وقط في نفس الوقت. لو عيونك فيها واي فاي تفصلها عن مين؟ عنك أول شيء. تبغى تفقد البث؟ خلاص برا البودكاست. لو لسانك ينطفي زي الفلاش متى تطفيه؟ إذا تكلمت جدتي. ذكي، حافظ على استمراريتك في الحياة. لو كنت نغمة جوال تختار وش نغمتك؟ تنبيه خطر. لو ضحكتك تسوي زلازل. تضحك مثل كل ما شفت وجهك. لو كان عندك زر حذف في حياتك مين بتمحي؟ أستاذ الرياضيات. لو عبود شخصية خيالية يكون في أي كوكب؟ في كوكب موزيات المجانين. أخيرا قلت الحقيقة. وهذا كان بودكاستنا اليوم. خفة دم واجد، ذكاء نادر. تابعونا الحلقة الجاية نستضيف عقلي إذا لقيته. ولا تنسون اضحكوا حتى لو ما في سبب، لأن أغلب الضيوف زيي. يقطعها الصوت. يا هلا بالربع عبود ومسعود معاكم. أهلا وسهلا في بودكاستكم المفضل قردين على المايك. ورجعنا لكم بالجزء الثاني من تحدي الأسئلة السريعة. الموز يحترق والعقل يهرب. أيوة راجعين مع أسئلة أغرب من أخلاق عبود. واليوم ما في رحمة، اللي يتأخر في الرد نقفل عليه الواي فاي أسبوع. لو كنت مسمارا هل كنت سترغب في أن يقصك الناس أم يتركونك تطول؟ قصني، أنا أحب التغيير. من الواضح أنهم قصوك منذ فترة طويلة ولكنهم نسوك. لو كنت كيكة هل تريد أن يأكلك أحد بسرعة أم يتركك تجف؟ أريد أن أكل ولكن مع شاي بالنعناع. حتى في الموت تريد الرفاهية؟ لو شماغك فيه ذكاء اصطناعي وش أول شيء بيسويه؟ كان يطردني. أقول لك الذكاء الاصطناعي يتعب مع الجهل الطبيعي. لو جوالك يتكلم إيش أول كلمة بيقولها؟ افصلوني عنه، بطني امتلأ صور كنافة. والله جوالك تعبان نفسيا. لو عندك وجه ثاني تستخدمه متى؟ لما أتكلم معك. يعني وجهي يحتاج فلتر؟ شكلك تتابعني مع كيس نايلون. لو الطاولة اللي تجلس عليها تقدر تشتكي من إيش؟ من وزني. صادق، صارت تعاني من خشونة المفاصل. لو أفكارك تتحول أفلام أي تصنيف تأخذه؟ فانتازيا سوداوية بدون ميزانية. يعني مسلسل خيالي بفقر بصري ممتاز. نعرضه في عقلي. لو كان عندك ذيل وش كنت بتسوي فيه؟ كنت بضرب فيه أي واحد يقاطعني. أنت محتاج ذيل ويدين ومايكروفون ونفس طويل. لو اسمك كان QR كود ليش الناس يسوون لك سكان؟ عشان يطلعون صورك القديمة. لا تنبش الماضي، عندي قصة شعر تفشل. لو عبود نكهة عصير تتوقع تكون إيش؟ طماطم بالنعناع. وبكذا عرفنا إن عبود معدته عندها PTSD. لو قررت الجزم تنتقم أي جزمة راح تبدأ؟ اللي معك الحين. ماركة هي. بس شكلها ما رضت بالوضع. إذا كانت ضحكتك برنامج كمبيوتر ماذا سيكون اسمها؟ بق 404. يعني حتى ضحكتك فيها خلل. لو بثوا نومك مباشر تظن الناس بيشوفوا؟ بس عشان يشوفوك وانت تمشي وانت نايم. هذا أسلوب رعب جديد نتفليكس تخطط له. لو عقلك يتحكم بالجو إيش بيصير؟ عاصفة موز. الغابة تستعد للإخلاء. لو في زرار يعيد كل شيء كذبت فيه بتجلس تضغط عليه طول اليوم؟ انت اللي محتاج ذاك الزرار يا كذاب. لا تفضحني قدام المتابعين يا رجال. لو كل مرة قلت يا ليت يجيك كف، كم كف تاكل باليوم؟ أقل من عدد نكاتك الفاشلة. الحقد مالي قلبك، اشرب شاهي واهدأ.
لو رجولك تختار المكان اللي تروح له وين بيكون؟ محل كنافة. أنا آسف بس أنت تحتاج تدخل غذائي عاجل. لو كل مرة سويت حركة غبية تطلع صوت بوق، كم مرة تسمع البوق؟ أنت تسويها 7 مرات بالدقيقة. ما أنكر. البوق صار نغمة حياتي. آخر سؤال، لو عبود اختفى فجأة إيش راح يصير؟ الضحك راح ينقرض والراحة راح تعم. كذا يا شباب نكون خلصنا تحدينا الجزء الثاني، وانا فخور اني بقيت حي بعد الاسئله دي. اذا عجبتكم الحلقه قولوا لنا مين تبون نستضيفه المره الجايه، يمكن ضيف عاقل ينقذنا من عبود. ولا تنسون اضغطوا لايك وادعوا لنا بعلاج عقلي بالشفاء العاجل حلنا نرتاح منك. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتدعوا له. يا اهل الارض واللي حول الارض، جبنا لكم الجزء الثالث، واللي بيقول اننا فقدنا عقلنا نقول له لا، احنا لقينا عوالم جديده. الجوله 1، لو الكرسي اللي جالس عليه فجاه نطق وقال لك قم عني يا ثقيل الدم، وش يكون رد فعلك؟ أسأله مين علمك هالكلمة؟ عبود؟ حتى الكراسي تتاثر بسمعتي. الجوله 2، لو عبود صار خروف وعليه ضريبه سنويه، وش العمله اللي يدفعها؟ قشور موز ذهبية. اشوفك حولت الضرائب لعمله افتراضيه من زمان. لو كنت حبه رز وصرت نجم هوليوود، ايش اول فيلم تمثل فيه؟ رز بلبن الجزء الأخير، الانتقام الأبيض. تاريخ سينمائي للمطابخ، لو شعرك قرر يسافر حول العالم، اي مدينه بيزورها اول وليش؟ باريس عشان يتعلم فن تسريحات الكرواسون. الجوله 5، لو جوالك صار فيه خاصيه تشم الرائحه، وش اول ريحه تحب تشمها من خلاله؟ ريحة الهدوء لما ما تكون موجود. تقصد ريحه الامان النفسي؟ لو عبود تحول لزر اعجاب في الحياه، متى تضغط عليه وانت مغمض؟ لما أشوف طبق كنافة كبير يتقرب مني. الجوله 7، لو افكارك تطلع فقاعات صابون، فقاعه انا ليش هنا وش بيكون لونها؟ رمادي غامق بلمسة يأس. فقاعة اكتئاب كيميائي. الجولة 8، لو كان الصندل الذي ترتديه له صوت داخلي، ماذا سيقول لك كل صباح؟ من فضلك لا تستهين بحجمك. حتى الصندل يقيم أدائك. الجولة 9، لو بإمكانك توظيف أي حيوان ليكون سائقك الخاص، من ستختار؟ سلحفاة عشان أضمن إني أتأخر وحد يعذرني. فكرة عبقرية لتأخير المواعيد. الجولة 10، لو عبود صار إشارة مرور، أي لون يطول عنده؟ اللون الأحمر عشان أفكر في نكتة جديدة. يا ريت تفكر بسرعة أكثر، الشوارع وقفت. الجولة 11، لو شنطة تسوقك صارت عندها مشاعر، وش أول شيء تعترض عليه؟ الوزن الزائد. وتصرخ أنتوا تظلموني. يعني الشنطة بتسوي إضراب. الجولة 12، لو عبود صار سحابة في السماء، أي شكل يتخذه؟ شكل موزة عملاقة تحلق فوق المدن. حتى في السماء تطاردنا. الجولة 13، لو في تطبيق يترجم أفكار الأكل قبل ما تاكله، وش بيقول عن طبق الموز؟ بيقول ابعد، هذا خط أحمر أو أصفر. حتى التطبيق بيحرض عليك. الجولة 14، لو عبود صار قلم رصاص، وش أول كلمة يكتبها؟ كنت هنا. ويكون الخط مشوش من كثرة الشطب. لو كانت عندك القدرة تشوف المستقبل القريب في كفك، إيش أول شيء بتشوفه؟ بشوف نفسي أحاول أهرب من أسئلتك. مستقبلك مظلم. الجولة 16، لو عبود صار غطاء قدر، وشو أكثر شيء يتضايق منه؟ لما أحد يرفعه فجأة عشان يتأكد الكنافة استوت ولا لا. معاناتك كلها تتمحور حول الأكل. الجولة 17، لو كنت شجرة تفاح وفجأة بدأت تغني، أي أغنية ستختار أولا؟ أغنية حزينة عن التفاح الفاسد. حتى الأشجار متشائمة معك. لو عبود صار شبشب، وين المكان اللي ما يفضل يروح له؟ دورة المياه عشان ما انزلق في حياتي. يعني حتى الشبشب عنده خطوط حمراء. الجولة 19، لو قدرت تكلم النباتات، إيش أول سؤال تسأله للصبار؟ كم مرة شفت عبود يحاول ياكلك؟ الصراحة ما قد سويتها كثير. وهذا كان بودكاستنا اليوم، خفة دم واجد، ذكاء نادر. تابعونا الحلقة الجاية بنستضيف عقلي إذا لقيته. ولا تنسون اضغطوا لايك وادعوا لنا بعلاج عقلي بالشفاء العاجل حلنا نرتاح منك. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعوا له. معاكم عبود القرد اللي ما يجاوب بس يتفلسف، ومعاكم مسعود قرد حكيم في عالم مليان موز. اليوم عندنا أقوى تحدي، أسئلة سريعة بدون تفكير بدون غش بدون موز. ثانيتين يا ولد، أنا ما أفهم السؤال إلا بعد 3. لو تقدر تغير لون السماء، أي لون بتختار؟ أحمر عشان نعيش كلنا بكوكب الغضب. ما شاء الله، مود سوبر سايان. لو أعطوك 3 ريال وش تشتري فيها؟ علك ونص تفاؤل. إيه، وربع خيبة أمل. بعد وش أكثر شيء يضيع وما تدور عليه؟ كرامتي كل ما أطلع معك. يا كثر ضحايا الصداقة. لو صرت موزة وش أول شيء بتسوينه؟ أهرب منك، أنت تحب أكل الفواكه. صحيت غرائز القرد اللي فيني. لو تقدر تختفي يوم كامل وش تسوي؟ أدخل الدوام وأطلع بدون ما حد يدرى. يعني كأنك موجود أصلا. وش أول شيء تقول له لو شفت كائن فضائي؟ أنت شبيه عبود؟ يا أخي احترم مشاعري. وش اسم مطعم تتوقع يبيع نودلز بنكهة تراب؟ مطعم ذكريات الدراسة. طعمه نفس الواجبات اللي ما حليتها. لو كنت شخصية كرتونية مين بتكون؟ سندباد بس ما أتحرك. يعني سندباد كسول. وش أغبى مكان ممكن تحط فيه كلمة السر؟
على التيشيرت حقي. أمانك سايب. لو كان عندك زر يوقف الوقت متى بتضغطه؟ كل مرة أحاول أفهمك. وش أول شيء تسويه إذا صحت لقيت نفسك نملة؟ ادور سكر واتهنى بالحياه. قناعة والله. لو صوتك ممكن يتحول لصوت حيوان إيش تختار؟ صوت ديك. عشان أزعج الحارة. لو المستقبل شافك أهم. إيش بيقول عنك؟ الله يعوضنا خير. متفائل كالعادة. لو كان في سوبر ماركت للمشاعر إيش تشتري؟ شويه راحه بال اذا عليها عرض. خذ لي قطعتين صبر بالله. وش الشيء اللي تكرهه بعدين تحبه؟ المنبه يكرهني واحبه غصب. علاقة سامة. لا، لو عندك $1,000,000 بس لازم تصرفه في يوم واحد وش تسوي؟ اشتري 1,000,000 ساندويتش فول واوزعها. كريم يا عبود. لو كنت شخصية من فيلم رعب مين بتكون؟ الباب اللي فجاه يقفل. انت صدق خوفتني. وش اعظم اختراع بتاريخ القردة؟ الموز وجهاز التحكم. لو اندمجوا سوا نتحكم في الموز. لو تقدر تحذف شيء من الدنيا وش هو؟ هو؟ اختبارات يوم الاحد. يا رب استجب. لا تنسوا اللي يضحك الاخير غالبا ما فهم النكتة. هذا كان جزء جديد من الجنون العقلي. نشوفكم في جزء ما ندري متى، بس بيجي ويمكن ما نرجع. إذا اكتشفنا الحياة الحقيقية. يقولون اذا ما عرفت تجاوب اسكت وابتسم يمكن يحسبونك حكيم. بس لو كنت مثلي أجاوب غلط بثقة وأعيش حياتي مبسوط. جاهزين لتحدي الاسئله السريعه الجديد؟ شدوا الحزام بيكون في طيران في العقول. يا بينا بس ما تسووا فيبريشن لنضيع كلنا. اسئله سريعه جوابك لازم يكون خلال 2 ثانية بس. 2 ثانية؟ يا ولد أنا ما أفهم السؤال إلا بعد 3. إذا صارت الكاميرا تصورك بالغلط وش تسوي؟ أبتسم وأتظاهر أني مشهور. حركات المشاهير اللي ما يعرفهم أحد. وش أغبى شيء ممكن تشتريه بنص الليل؟ فرشة أسنان وأنا ما عندي أسنان. الوعي الصحي متأخر 30 سنة. لو كنت رئيس اليوم واحد وش تسوي؟ أعفي نفسي من المنصب وأرجع أنام. الكسل في قمة السلطة. وش الشيء اللي مستحيل تقدر تسرقه؟ نوم القيلولة من أبوي. جرب وشوف وش يصير لك. لو كنت كتاب وش بيكون عنوانك؟ مغلق للصيانة من عام 99. كتاب تراث مفقود. وش أقرب شيء للحب؟ السمبوسة أول يوم رمضان. وتنصدم إنها جبن. وش أغبى عذر قلته في حياتك؟ نسيت أحضر العزاء كنت نايم. قمة الذوق الاجتماعي. أسرع طريقة تضيع فيها احترامك؟ تقلد لهجة ما تعرفها. يا ساتر كأنك تصرخ بلغة فضائيين. لو كنت فضائي وش أول شيء بتسويه على الأرض؟ أهرب من فواتير الكهرباء. واضح أنكم ما تدفعون في كوكبكم. وش الشيء اللي دايم يوصلك متأخر؟ ردود المشاعر. أوه دخلنا جو كئيب فجأة. وش أسوأ مكان قلت فيه نكتة؟ في مصعد مع مدير الدفن. يعني دفن وضحكتك معاه. وش أغرب شيء حطيته في الثلاجة؟ ريموت التلفزيون. عايش مسلسل دراما في المطبخ. لو تقدر تحذف شيء من الانترنت وش تحضر؟ صورتي وأنا صغير باثنين مثل الصحن. أمي تقول لك كنت لاقط قنوات. إيش الكذبة اللي تقول لها دايم؟ أنا في الطريق. وإنت لسه في البيت تغسل وجهك. لو شفت واحد يطالعك بدون سبب وش بتسوي؟ أبدأ أطالعه زي المسلسلات التركية. والموسيقى الحزينة تشتغل. وش المؤامرة الكونية اللي تحس فيها؟ لا. إنك تحاول تنام وتسمع صوت بعوضة. أكره هذا في الصيف كأنها فرقة تعزف. لو يحطوك في فيلم وش بيكون دورك؟ اللي يطلع أول 5 دقائق ويموت بس يكسب محبة الجمهور ويختفي. وش أكثر كلمة تقولها لما تخاف؟ ولا شيء بس قلبي طاح. طلعت مرهف الحس. لو صار عندك قرد كصديق وش تسميه؟ عبود 2. لا يا أخي أنا نسخة أصلية. السؤال الأخير لو خيروك تصير أي شيء في الحياة وش تختار؟ كرسي بزاوية غرفة باردة ارتاح من الدنيا. يا ساتر حتى القرد صار شاعر. وهذا كان تحدي الذكاء.
اللي أثبت أن خفة دمنا أقوى من ذكائنا. بالضبط، أهم شيء الضحكة يا جماعة والباقي تفاصيل. لا تنسون تتابعونا في رحلاتنا الجاية، يمكن نروح أماكن أغرب من عقولنا. بس خلوكم قريبين، ما تدري متى نكتشف شيء يخليكم تطيحون من الضحك.